لو انت لسه بتقلي القرنبيط في الزيت يبقى فاتك كتير قوي. هنعمله النهارده بطريقه صحيه وموفره وطعمها حلو قوي، وعيالك هيحبوها جدا ويطلبوها منك على طول. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا كده مع بعض ونشوف الوصفه، وان شاء الله تجربيها وتعجبك. يلا بينا نقول بسم الله. طبعا يا جماعه النهارده انا جبت قرنبيطه كبيره، مش هستخدمها كلها. هاخد نص كميه القرنبيط احطه في كيس تلاجة واحطها عادي في التلاجة، وقت ما احب استخدمها اطلعها. والنص التاني رحت جاي مدياله شطفه كده خفيفه تحت الحنفيه. وتعالي هنا على عيني بوتاجاز. معانا الحله فيها ميه على نار عاليه، ضفت فيها معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من الكمون، وسبتها تغلي. اول لما غليت رحت جايه نازله على طول بالقرنبيط. هسيب القرنبيط لمده 5 دقايق على نار عاليه، وبعد كده هبدا بقى اشوفه استوى ولا ما استويش. طب انا هعرف ازاي اللي هو استوى ولا لا؟ هتروحي جايه مطلعه القرنبيط بالشكل ده، وتضغطي على العرق اللي هو الحته التخينه دي. لو لقيتيها بتتقطع معاكي كده تتكسر معاكي، يبقى كده خلاص استوى. لو لقيتيها لسه ناشفه كده وماسكه في نفسها، خلاص سيبيها كمان شويه بس مش كتير، عشان القرنبيط ما يتهرش منك. تمام. خلاص خلصت القرنبيط كله، سلقته، حطيته في المصفى، سيبته يبرد تماما. وتعالي هنا بقى نفصص القرنبيط. انا هفصصه كده وردات صغيره خالص، زي ما انت شايفه كده، بطريقه سهله خالص وبسيطه. اخلص الكميه كلها بنفس النظام كده زي ما انت شايفه. تمام. تعالي بقى نشوف الخطوه اللي بعد كده. هنا طبعا معانا بيضتين بدرجة حرارة المطبخ او اي حاجة يعني، حتى لو من التلاجة مفيش مشكلة يعني. ومعانا معلقة كبيرة من الخل عشان بس ريحة الزفارة. هقلبهم كويس جدا. وحضرت كوباية حليب، طبعا الحليب انا كنت غالية وسبته برد تماما. هقلبهم كده تقليبة. وهنزل عليهم بقى بربطة من الكزبرة مقطعاها قطع صغيرة، ونص ربطة من الشبت. ومعانا كمان فلفل رومي واحدة بس كده قطعتها قطع صغيرة، ومعلقة صغيرة من الثوم. وكمان معانا طماطمايه بشرتها كده من مبشره بدون القشره بتاعتها، وملح وفلفل اسود وكزبره وبابريكا. وكمان معانا ربع معلقه صغيره من الكركم، لو حابه تضيفيها تمام، مش حابه خلاص. بس يعني برضو بتدي طعم حلو قوي وشكل جميل للقرنبيط. حضرت بقى كوبايه دقيق، هنزل بكوبايه الدقيق شويه بشويه لغايه لما اظبط قوام العجينه معانا. عايزينها تبقى عامله زي عجينه الكريب كده. انا طبعا حطيت كوبايه الدقيق كلها، وكمان ضفت عليها ربع كوباية زيت. ومعانا كمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر. وهقلبها كويس جدا بالشكل ده كده. وتعالي بقى نحضر الصينية بتاعتنا. معانا الصينية النهاردة مقاس 30. دهنتها كده الأول بالسمنة أو بالزبدة، وبعد كده احط فيها القرنبيط بالشكل ده، فردته في الصينية. وهجيب بقى الخلطة وراح جايه حطها على الوش عليها، وابدأ بقى اقلب كل الكلام ده كده مع بعضه. طبعا يا جماعة في حاجة مهمة جدا نسيت اقولك عليها. انا النهاردة مستخدمة بيضتين كبار. لو انت البيض بتاعك صغير يبقى استخدمي 3 بيضات. تمام. عامة الوصفة دي بتحب البيض، فكده كده لو استخدمتي 3 بيضات مفيش اي مشكلة. بتخليها معاكي كده هشة وخفيفة وجميلة جدا. واهم حاجه لازم الخلطه تبقى عايمه كده في القرنبيط زي ما انت شايفه. بص عايمه ازاي. وصلت لكده يبقى كده خلاص تمام. ما يبقاش القرنبيط هو اللي اكتر من الخلطه. خلصتها على طول على فرن سخن مسخناه قبليها على درجه حراره 160، حاططها في الرف الوسطاني. هسيبها تاخد لون من تحت ومن الجناب. لو احتاجت الشوايه شغلي عليها الشوايه، ما احتاجتش يبقى خلاص كده. واهم حاجه اختبريها كده من النص بالشوكه، وشوفها كده استوت معاكي ولا لا. وطلعت عجينه يبقى ما استوتش، وسيبيها شويه. خلاص كده يا جماعه. طلعيها بقى واعملي جنبها شويه بصل محمره وشويه سلطه. والله العظيم اكله بسيطه واقتصاديه وصحيه وجميله جدا، وطعمها تحفه. ان شاء الله هتجربوها بنفس الطريقه دي وهتعجبكم جدا جدا. جزاكم الله كل خير حسن استماعكم ليا والله، وشكرا جدا ليكم. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.